كده احسن. بس انت عارف يا صديقي، انا عذرك، عارف ان حكمك على الموسيقى ما بيكونش بايدك قوي، وهو مخك اللي بيقرر ده في اغلب الاوقات. وخليني اقول لك ان الكلام دوت نوعا ما حقيقي، ممكن يكون فعلا عقلك الواعي ما يكونش جادجمنتال قد عقلك اللاواعي. ولكن من الاول بقى اساسا هنسال هنا السؤال بتاع كل حلقه، وهو انه ازاي مخك اصلا ممكن يحكم على قطعه موسيقيه. ركز معايا يا عسيسي، عشان كلام الجاي من اخطر واهم الحاجات اللي هتسمعها عن الموسيقى، وقد تغير نظرتك ليها للأبد للأبد للأبد. كتاكيتي المستمعين، يؤسفني اقول لكم انكم مش بتحكموا على الموسيقى بمزاجكم، بل في مخ شغال لوحده في كوكب تاني عايش جوه جسم كل واحد فيكم، والمخ ده له الميوزك تيست بتاعته الخاص، وبيقنعك انت بيه عشان يبقى حكمك الاخير اللي بتقوله على موسيقى معينه سمعتها يبقى حكمه هو اللي اقنعك بيه. ولان امخاخنا بطبعها منظمه جدا، فمخك بيملى مع نفسه فورم كده عن كل حاجه بيسمعها عشان يقرر ولا لا. وهذه الفورم يا عزيزي اسمها البريك فيم، او بي ار اي سي في اي. بس اكيد مش كل مره هنقعد نقول بي ار اي سي اي في